يلا نعمل تحلية سريعة. سهلة جدا، مكونات اقتصادية هتعجبكم أوي. هنعمل حاجتين: مهلبية برتقال بطريقة حلوة وطعم جميل، ونعمل كور شوكولاتة. معايا 2 كيلو من البرتقال البلدي، وهنا البرتقال البلدي هيكون أفضل لأن البرتقال البلدي بيبقى فيه مية كتير عن البرتقال أبو سر، هو اللي بيبقى حلو أوي في العصير. اغسليه واعصريه وصفيه. وهناخد كمية العصير اللي طلعت معانا، هننزلها في حلة على النار، وننزل عليها بشر جزرة كبيرة، ومعلقة من قشر البرتقال، وكوباية من السكر، والسكر اختياري، عايزة تزودي عايزة تقللي اللي انت عايزاه. وقلبيه ووطي النار بتاعتك وغطي الحلة علشان يستوي حوالي 20 دقيقة. بعد ما استوى اضربيه بقى في خلاط هاند بلندر المتاح عندك، اضربيه كويس قوي ونعميه. بعد كده هنجهز معانا نص كوباية من المية عليها معلقتين كبار من النشا، وندوبهم كويس وننزل بيهم على البرتقال مع التقليب، ونرفعهم على النار تاني لحد ما يبقوا مهلبية معانا. وخلي نارك هادية علشان ما يتلسعش معاكي. خد القوام الحلو بتاعنا وغلي كويس، هننزل بيه بقى في السلاطين او الكاسات، وبعد كده طبعا هندخله التلاجة. الطريقة دي على فكرة ممكن تعملي بيها مربى برتقان، وتعملي بيها صوص البرتقان، ممكن تعملي بالطريقة دي حاجات كتير. المهم تضربيه كويس وتخليه ناعم عشان يبقى معاكي القوام ناعم ولامع وحلو كده. ممكن بقى تزيني بأي حاجة على الوش، وممكن تسيبيه زي ما هو ودخليه التلاجة. نجهز بقى الجزء التاني. شايفين طالع شكله جميل جدا، القوام بتاعه حلو وبيلمع وناعم وفي منتهى الجمال عشان احنا ضربناه كويس. هاتي طاسة حطيها على النار، نزلي عليها 3 كوبايات من دقيق الذرة، طبعا الكمية اللي انت عايزاها براحتك. كل كوباية من دقيق الذرة هننزل عليها معلقة من اللبن البودر، ونسخنهم مع التقليب على نار هادية لمدة 5 دقايق. بعد كده كل كوباية من دقيق الذرة هنزل عليها مغرفة من المهلبية البرتقال اللي احنا عملناها. انا قسمت المهلبية، خدت جزء في الكاسات وخدت جزء تاني حطيته على الدقيق لحد ما عمل عجينة كده، وقلبيه كويس لحد ما تبقى زي العجينة في ايديكي. واعمليها على شكل كور صغيرة، هتبقى عجينة طرية وسهلة التشكيل، وريحتها هتبقى حلوة قوي. طعم البرتقال مع دقيق الذرة بصراحة طعم حلو، جربوه، حاجة جديدة هتعجبكم جدا. اعملي على شكل كور. سيحت باكو حوالي 200 جرام من الشوكولاتة الخام على حمام مية، ونزلتي فيه الكور. ممكن تكتفي بكده، وممكن بقى تشكلي بمكسرات مبشورة، جوز هند، سوداني مبشور، شوكولاتة فورماسيل، اللي يعجبك. هخلص الشوكولاتة وحطيتها انا بقى في تشكيلة من المكسرات والشوكولاتة الفورماسيل. لو عجبك الفيديو لايك وشير وفعل الجرس واشتراك. مع ألف سلامة.